السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، وصفة هتحللك كل مشاكل البشرة، من تبييض لحب الشباب للحبوب السوداء. بصي هتخليكي زي القمر كده، عمر 14 ان شاء الله، وبشرتك هتبقى بياض ولا بياض التلج. يلا خليكي معايا ويلا بينا نقول على الوصفة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها النهاردة عبارة عن ايه. ما تنسيش تشتركوا في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده معانا انا جايبه لكم حبه اسمها حبه البركه او الحبه السوداء. انا مش عارفه بقى هي لها اسم تاني في الدول العربيه ولا ايه. دي اسمها الحبه السوداء او حبه البركه، تمام. اللي ليها اسم تاني بالله عليكم، يعني اللي يعرف لها اسم تاني يقولوا علشان الكل يستفيد. دي الحبه السوداء بحبه البركه. هنعمل ايه؟ هتجيبي معلقه منها او معلقتين وهتطحنيهم كويس جدا في المطحنه بتاعتك بالشكل ده. بعد ما طحناهم بالشكل ده هنعمل ايه بقى؟ هنجيب معلقتين من زيت الزيتون اهو مع بعض، وهنحطه على حبة البركة اللي احنا طحناها، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. هنقلبهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. تقلبيها كويس جدا كده مع بعضها عشان تحصلي على قوام كريمي بالشكل ده. طيب هنستخدمها ازاي؟ احنا دلوقتي عملناها اهي، بصي قوامها بقى كريمي ازاي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هتستخدميها ازاي؟ هتغسلي بشرتك طبعا كويس جدا. بعد ما تغسلي بشرتك بالميه الدافيه وان شاء الله تيجي فارده الماسك ده على بشرتك. وهتعملي ايه؟ هتدلكي بشرتك بحركات دائريه، بحركات دائريه كده تدعكي بشرتك كويس جدا وانتي بتدهني الماسك بتاعنا ده. هتسيبيه على بشرتك ساعه. بعد الساعه هتغسلي بشرتك طبعا بالميه الدافيه. عايزه اقولك ان الوصفه دي حبه البركه طبعا مذكوره في القران. الوصفه دي رهيبه جدا، بتبيض البشره، بتخلي بشرتك زي بياض التلج ان شاء الله، وهتبقي زي القمر. بتحللك مشاكل كتير جدا جدا في البشره، يعني حب الشباب، الاسمرار اللي بيبقى موجود في البشره، الاسمرار اللي حوالين الانف، اللي حوالين الفم، اسفه. بتعالج التجاعيد، بتعالج البشره، بتخلي يعني بصي بتخلي البشره بيضه جميله جدا، مفيده جدا ومغذيه جدا لبشرتك. حاولي تعملي الوصفه دي 3 مرات في الاسبوع، هتديكي نتائج رهيبه جدا ان شاء الله. وطبعا زي ما قلت لك بعد ما تحطيها تغسلي بشرتك بالميه البارده عشان تسد المسام. وان شاء الله الوصفه تعجبكم. وطبعا اذا عجبتكم الوصفه متنسوش تعملوا لايك للفيديو، متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، اكتبوا كل الوصفات اللي انتوا عايزين تشوفوها وانا هعملها لكم باذن الله. وما تعرفوش قد ايه انا ببقى مبسوطه من التعليقات الجميله اللي بتكتبوها ليا ديت، والله ببقى في غايه السعاده. انا امبارح قعدت لا يقل عن 3 ساعات، واكيد انتوا اخدتوا بالكم، على قناتي التانية، القناه الصغنونه اللي لسه عاملاها ديت عشان بعمل عليها الوصفات اللي انتوا بتطلبوها. قناه وصفات طبيعيه مع جيجي، واللينك بتاعها في اسفل صندوق الفيديو تحت الفيديو. انا قعدت 3 ساعات اكتب التعليقات وارد عليكم، بجد تعليقات مفرحاني، وخصوصا الناس اللي بتقولي انا جربت الوصفه بتاعتك وعجبتني وعملتها. وصفه البصل بتاعت الشعر دي الناس بجد بجد ما فيش حد ما كل عجبه الوصفه دي بجد. يعني يا رب يا رب افضل دايما كده افيدكم، وانا متشكره جدا لتعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني. حبايب قلبي كلكم بحبكم والله. ويلا استنوني الوصفه الجايه مع جيجي كل حياتي.